السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا. اهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من حلقات آية او منوعات آية وميسار. النهاردة بإذن الله تعالى هنكمل مع بعض المستوى او الكورس الانجليزي، وده الليفل 1. تمام. اول حلقة فيه هناخدها ان شاء الله مع بعض، وهنبدأ بالنطق بعض الحروف. واول الحروف اللي هنبتديها ان شاء الله لما بيكون عندي مثلا حرفين مزدوجين، عندي زي حرف التي والاتش، لما بيجوا مع بعض لازم نعرف ان هي بتنطق ذا او ثا. طيب زي كلمة ذا، وهديكوا برضك دلوقتي شوية كلمات فيها بعض الكلمات فيها النطق او الحرفين دول. عندي هنا الاس واس اتش، دول لما بيجوا ورا بعض بتنطق ش. ونخلي بالنا من النقطة زي دي كويس قوي، ان هي بتنطق ش فقط. زي كلمة شوز، شوز، شير، شير، شب، شب. اما سي اتش فدي بتنطق يعني ايه، بيبقى فيها بنحط مش شين، لا بتبقى قبلها زي ت او تي، زي تشوز، تشير، تشيب، تشيز. تمام. البي والاتش دي بتنطق اف عادية. اما عندي هنا اخر حاجة الجي والاتش، فدي بيقولك ان هي اللي عندما تأتي في نص الكلمة زي واي، او في اخر الكلمة يعني في النص او في الاخر، فهي لا تنطق. زي عندي واي، هاي، ثرو، although، هنا جت في اخر الكلمات ولا تنطق. وفي بعض الاوقات التانية، يعني دي قاعدة، يعني اوقات بتبقى على حسب، فبتنطق اوقات تانية حرف الاف، زي love، enough، rough. فيبقى كده نعرف ان الحرف الجي لما بيجي ورا اتش على حسب الممارسة بقى بنبدأ بنعرف امتى بتنطق الجي اتش وامتى لا تنطق، ولو اتنطق بتنطق ايه حرف الاف. هندخل بقى دلوقتي على الحروف المتحركة اللي اغلبنا اكيد باذن الله يكون عارفها، اللي هما 5 حروف معروفين: A E I O U، A E I O U، A E I O U. زي عندنا كلمة بان، تان، مات، بنلاقيها دايما على نفس المستوى: بن، تن، بن. هنا بن، تن اللي هي معناها دبوس، هنا بي او ان. على فكرة هنا الكلمات دي اللي هي البان والتان والحاجات دي بيقولك بتنطق ازاي لو جيت الحروف دي ورا بعض، عشان نبقى عارفين بس يعني. تمام. زي هنا كلمة بي او ان، الحروف دي لما بتيجي دايما ورا بعضها بتنطق بن، تن، بي يو ان. تمام. فكده احنا عرفنا ان لما الكلمات الحروف دي بتيجي مع بعضها بتتنطق ازاي. طيب هنا عندي hate، made، hate، made. تمام. complete، compete. في فرق ونخلي بالنا. هنا بقى عندي كلمة نوت، عندما وضعت اي بتنطق او بكل وضوح، اللي هو معناها ايه؟ نوت اهي. يعني الايه لما جت في اخر الكلمة عرفت انطق الحرف الاو كامل. واين، واين، روم، روم، تون، تون. هنا بقى عندما تأتي اي في اخر الكلمة التي توجد بها حرف من الحروف المتحركة اللي هم A E I O U، بينطق الحرف زي اسمه، او بمعنى اصح زي ما هو في اخر الحرف في الكلمة ساكن وبيبقى قبله متحرك. زي كيوت، يعني هو اصلا هنا حرف اليو، هو اصله يو فبننطقه يو زي ما هو بكل وضوح: كيوت. دوك، على فكرة ده حرف الجي. هيوك. فن،
فن. ما نطقتش حرف الاي. طيب ليه مفيش حرف الاي؟ طيب بس هنا لو جت في كلمة تانية بيرفيوم، بيرفيوم اللي احنا عارفينها بننطق حرف اليو كويس جدا ومعاه حرف الاي. تمام. انا هكتفي معاكم بهذا القدر النهارده عشان ما اطولش عليكم الفيديو زي المرات اللي فاتت، واتمنى ان الفيديو بس يكون عجبكم واكون اديتكم جزء كويس من النطق. عموما هو مش فاضل حاجات كتير، بس هديكم كام كلمة للتدريب. على العموم ان شاء الله هحاول ان شاء الله المرة الجاية هجيب لكم ال الورق اللي فيه الكلمات. تمام. وهوريه لكم وهنبدأ ننطقهم مع بعض تاني. تمام. واشوفكم بقى على خير المرة الجاية. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش قبل ما تمشوا تعملوا لايك للفيديو، اشتراك للقناة. اشوفكم على خير المرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.